ازيكم حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى فيديو خطير جدا. النهارده انا مش في البيت، انا عند اختي، جت من السفر. عقبال كل اللي مسافر هتعمل لكم اكله خطيره جدا من اهل الامارات وطريقه بتاعه الامارات. طبعا هي اللي هتتكلم بالنيابه عني. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، الله يسلمك يا حبيبتي. النهارده هنعمل حاجه مختلفه كده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عندنا صينيه كبيره كده هنجيبها، هنحط فيها فراخ اللي هي صدور الفراخ او الدجاج زي ما بنقول. هنحطها بالشكل ده. طبعا اهم حاجه عشان الزفاره، طبعا اهم حاجه ان احنا نظبطها بالبهارات الجميله. هننزل عليها بشويه خل، مش كتير عشان ايه الطعم، وطبعا شويه زيت، وطبعا توم بودره وبصل بودره بالشكل ده، وطبعا الفلفل الاسود عشان الزفاره. تمام، رشه صغيره ملح، وطبعا الملح هيتظبط مع الوجبه بتاعتنا ان شاء الله. وطبعا الناس اللي بتحب الشطه ده اختياري مش اجباري. وطبعا عندنا الوصفه بتاعتنا بتحتاج كركم، ولو عندك كاري كمان يا ريت. انا عندي بهارات موجوده عندنا عندنا في الامارات هناك، اسمها البلاف برياني. طبعا هي بتخلي الاكل كله صراحه يعني بتخليه طعمه حلو. دي مفيش منها هنا في كارفور؟ مش عارفه والله، يعني ممكن تسالي يا ام امير. طب وريهم كده العلبه عشان لو حبوا يجيبوا من هنا. هي بصراحه جميله جدا في الشوربه، في البرياني، في سلق اللحمه، جميله جدا في كل الاكل بصراحه. الطبيخ اكيد هنلاقيها في كارفور يا حبايبي او في السوبر ماركت الكبير. وهنا في بهارات انا بجيبها هي للشوربه، بس في اي حاجه فيها فراخ او لحمه بنستخدمها بالشكل ده. نحط شويه، طبعا اي اكل سر البهارات. نبدا طبعا نخلطهم مع بعض، هخلطهم وهرجع لكم تاني. هنحط بق ميه صغير زي ما احنا شايفين كده. خلطنا الوجبه بتاعتنا بالشكل ده. هنروح بقى البوتاجاز وهوريكم بقى الطريقه. استنوني، ما تروحوش في اي حته. طبعا دي الفراخ اللي احنا سيبناها في التتبيله مده ساعه، او لو انت مستعجله اعمليها على طول. تمام، طبعا هنسيبها تاخد من هنا صدمه بحيث ان هي تتشرب كلها من التوابل الجميله اللي احنا حطيناها مع بعض. وبعدين هقول لكم نعمل ايه، هرجع لكم تاني. طبعا هنا احنا هنعتمد ان هي تنزل السوائل بتاعتها، ولكن طبعا الزبده البلدي الجميله المصريه هنستخدمها برده، نحط منها حته بسيطه كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. مش هنكتر عشان برده ما تبقاش تقيله على القلب واحنا بناكل كده. وطبعا شايفين هي بدأ لونها يتغير اهي، فهنسيبها تاخد فرصتها خالص في السوا عشان ما تبقاش بتشد، لان احنا هنضيف لها حاجات تانيه كمان محتاجه تستوي كمان. رجعنا لكم تاني بحاجات جديده، خليكم ايه معانا. اختي هتكلمكم تاني اهي. طيب احنا دلوقتي عشان نكمل وصفتنا اللي احنا اتفقنا عليها هنحتاج بصل كتير، يعني هنحتاجه في الرز اللي احنا جايبين معانا رز بسمتي هندي، وكمان هنحتاج طماطم مع فلفل وكام حبه بطاطس، لان وصفتنا بتسمى بالهندي صالونه ومعاها رز طبعا، عشان يعني احنا هنا ثقافه المصريين لازم الرز. تمام. هنروح على البوتاجاز دلوقتي وهنمشي خطوه خطوه معاكم، عشان كده استنوا معايا. شايفين اللون اتغير خالص كده، هيبدا ننزل بباقي المكونات. احنا عاملين بصل كتير جدا بس احنا مش هنستخدمه كله، هنحتاج شويه للرز وشويه لخلطتنا الجميله دي. هننزل بصل تمام كده بالشكل ده، وطبعا هنحتاج معانا كمان طماطم وفلفل زي ما قلنا في الاول. هننزل بشويه بس، ونسيب الباقي برضو للرز. ولما يتقلب تقلبتين، طبعا احنا قلنا في بطاطس في الوجبه ما نسيناش، هننزل بيها برضو معاهم، بس ننزل كده تقلبتين تاخد الطعم. وهننزل بمكعبات البطاطس. طبعا فيكي تقطعيها اكتر من كده صغير، يعني عشان برضو ايه الناس اللي بتحبها مش باينه في الاكل، او الاطفال الصغيرين ما بيحبوهاش مثلا. فانتي شايفين اللون اتغير ازاي، 180 درجه طبعا. هنحط لها بق ميه صغير وهنسيبها تستوي شويه ونرجع لكم تاني. شايفين طبعا هي الميه اللي حطيناها هي بدات كمان تنزل الميه بتاعتها. وهنبدا كمان دلوقتي، في ناس قالت احنا عايزينه لوحدها الفراخ لوحدها، وفي ناس قالت لا عايزين الرز. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نعمل الاثنين مع بعض، بحيث اللي ياكل يبقى وجبه متكامله، ولو عايزين نعمل جنبها سلطه اي حاجه ان شاء الله. طبعا نزلنا بالرز البسمتي بعد اجماع الاراء بقى ان احنا كنا هنعمل الصالونه لوحدها والرز لوحده، قالوا لا احنا نعمل ميكس الاثنين مع بعض ونعملها ان شاء الله كده ايه شبه الكبسه كده، بس احنا ايه نحاول يبقى لنا لمسه ابداع في الموضوع.
وهنقلبها بحيث ان هي تتمازج، وبعد كده نحط لها ميه مغليه مع شويه بهارات هوريكم ازاي بقى. طبعا احنا نزلنا هنا في الفاصل حطينا شويه كركم تاني عشان نعزز اللون، وحطينا شويه ملح وفلفل اسود، وطبعا عايزه تزودي انت اي بهارات عشان خاطر الكميه كده زادت براحتك. وطبعا ميه مغليه وهننزل بيها على الكلام الجميل ده. شايفين المنظر، شايفين الالوان اصلا حاجه تفتح النفس. هنزود الكميه وهوريكم قد ايه الميه لازم تتغطى على الرز. لا ده رز بسمتي مش رز عادي. بصراحه شكله روعه جدا، تسلم ايدك. والريحه بقى يا ام امير ايه رايك؟ نفسي حبايبي والله يبقوا معانا عشان ياكلوا. شايفين الميه مغطيه الرز، شايفين اللون، مجموعه الوان متماسكه وفعلا مغذيه جدا. ولو كان عندنا بسله وجزر كنا ضفنا كمان، بس للاسف انا مش متوفر عندي بقى وكده، ولكن بصراحه يعني جربوها هتعجبكم جدا والف هنا. هنغطي عليها طبعا، تمام. هنغطي اللي معانا الغطا بتاع الحله اهو، نغطيه ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله بعد السوا، وان شاء الله تكون الاكله بتاعتنا عجبتكم. وهنرجع لكم تاني نفتح دلوقتي على الاكله بتاعتنا الجميله. وشايفين الدخان الجميل طالع، ميكس رهيب. شايفين المنظر خطير خطير والريحه تجنن. هنديله تقليبه كده، تمام، ونبدا نغرف لكم منه. طبعا هو لسه عايز سنه كمان في السوا، وهنقول لكم بعد ما نخلص ايه راي ام امير في الاكله بتاعتنا. بس شايفين المنظر خطير. شكله بصراحه يعني انا جوعت، تسلم ايدك. طبعا كده وصفتنا خلصت النهارده، وانا مستمتعه جدا معاكم والله ومع ام امير. ده الرز طبعا الدجاج باين فيه، كل معلقه طبعا بتبقى غنيه بالصوص اللي احنا عملناه بالاكل الحلو الجميل ده، والرز مستوي جدا. وطبعا عملنا جنبها شويه من الخضار عشان يبقى وجبه متكامله. واتمنى تكون وصفتنا عجبتكم. في ناس بقى كنت انا حابه بصراحه اعمل الصالونه لوحدها، بحيث ان اللي عايز رز مع صالونه، بس طبعا هم طبعا احنا ضيوف عندهم بقى وايه ولازم نعمل اللي هم عايزينه. تسلم ايدك والف هنا وشفا طبعا. طب ايه رايك يا ماما تدوقي لنا بقى، تقولي لنا رايك، هاتي معانا كده ودوقي، لازم ناخد رايك بقى. طبعا من غير ما ادوق، شكله اساسا ممتع وجميل صراحه. نشوف كده ام امير تقولي لنا رايها. والبهارات عامله شغل جامد. وريهم كده يا ام امير من قريب، وريهم الرز مستوي ولا ايه؟ مستعجله مش طبعا مستعجله وكلتي على طول. جميل. شايفين كل حبه بحبتها فظيع. يلا تسلم ايدك. ما تنسوش بقى لايك وشير كتير 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 عشان خاطر عيوني. انا مستنيه اشوف بقى الفيديو ده هيجيب كام مشاهده. يا رب يوصل للمليون ان شاء الله باذن الله يا ام امير.